Abdullah ve şarani kameri de doğuy. O halgı şne gılq şdırq dikder diye oluş o da ma diye oluş. Dikkat çomans amrodaş o çomana nahüdaş olaq. Peygamber aleyhissalatu vesselam son doştu Abu Hureyre to dise de Resulson قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايلر هيدل يرشان عليه الصلاة والسلام أنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ديكا شو منسان أمر ديردو وشو من نهي ديردو وإن لم نأتمر ولم ننتهي تدلع بوش تقدري تصدلش تدلع مدي بوش دولشون من أدوخ سخيرتلش يديردو هل خاترتو فقال إلى عليه الصلاة والسلام مروا بالمعروف ديكا شمانس أمر ديلش وإن لم تعملوا به كله دريجي شبدلوش دا ساعة وانهوا عن المنكر ود المدي ألش وإن لم تنتهوا عنه كله دريج سدلوش شدوخ يتلوش دا ساعة تعالش إلى عليه الصلاة والسلام وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب خليل يقول شاولش سيأتي على الناس زمان ناخن تحت عزامي ورجشن يكون صالحهم فيه هو من لم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر سانيقي ديك سقا ديك دي ودك مدي يتسولش يقولش يتسولش ديك يقولش فيقول الناس ناخ ألا قولش ما رأينا منه إلا خيرا أصنقر ديك بيتساقين تغونا بوش لكونه لم يغضب لله تعالى يولدير ديل دعا يغض سويتش وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عيل سيرير ديل رئيس خيلسون يقول شاول شلير سيأتي على الناس زمان ناخن تحت عزامي وجشن يكون منكر المنكر فيه ودل مدي أول شوية سيقع خير بولوش أقل من 10 ناس برقناها إتاق أحديقش إطلق دورشتول داغل كزغو خير بولش حقيقة لا تشوفس وكان أنس بن مالك ديل رئيس خيلسون خلير يقول شاولش من سمع أحدا يفعل منكرا تعمو وهم ديناه شين حدثش ولم ينهه ثم مديت وسالح جاء يوم القيامة قيمة ديناور بونز السمة مقطوع الأذنين قروا الشلر دحا ديناورش وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود خليل يقول شاولش إن من أكبر الذنوب عند الله تعالى دال يرجع قنوش دقة دعون أن يقول الشخص لآخر صنديقه خير شم قال اتق الله ديال خير فيقول له تسوق شم قال أولش عليك بنفسك شاعد بتاع حيد يغلط نيع أسكوش يجي شوات أولك وينا نقعداج ندقز إيتو قال الدقة داتبو أصو دقة دقز وكان حذيفة بن يمان رضي الله عنه حذيفة بن يمان بوش بايم عليه الصلاة والسلام سن أصحاب الله يقول شاولش خليرز سيأتي على الناس زمان تعزامي ورقش ناخن تح تكون مجالسة الناس كجيفة حمار ناخن يبقي وحقر يركي لجبير ولي وحقر سندوش موخ وتكون جيفة الحمار يركي لجبير ولي وحقر خردلوش أحب إليهم تندقوا ديش من مجالسة المؤمن الذي يأمرهم وينهاهم بصب سقط وحقو شلق بصب سقو شايك ديك دي أولش ودل ما دي أولش صوب وحقو شل يركي لجبير ولي وحقر دي زندوخ ناغن الرسول وقد أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون بوش خلا تعبايمر عليه السلام ثم واحد يردال ثم خام بن يردال إني مهلك من قومك 40,000 من خيارها أصحابهم شوز أزر سكالك ووال شاير يردال ديك جاريخ 60,000 من شرارهم قوز أزر ساري هو بشالك ووال شاير فقال سؤال يا رب هؤلاء الأشرار يرش بو بشبر إلرسول فما بال الأخيار أرديك جار هو بيكبو إلرسول فقال إلردال لأنهم لم يغضبوا لغضبي شاي يغض قيودش ما تعيش يغض سبا 4
وآكلوهم وشاربوهم سيك صلوا آخو جايوش ملمش سيك ديك ديتسا أولر سار ودك مديتسا أولر سار. وكان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقول مالك بن دينار بوش وقت أولى خلال ديال رسول سنة سؤال بلغنا ويتخيشر أن الله تعالى اللخل وشول ديال خلر أوحى إلى الملائكة عليهم السلام ملائكة وحيد أن سبوا العذاب على قرية كذا وكذا سبا وتعن يرتن تي عذاب تدوح ديال الرداء فساحت الملائكة ملائكة معبير وقالوا سار يا ربي هيت خدير إن فيهم عبدك فلانا العابد سان يقع شو عبادتش عندك سموه. فقال تعالى دار اسمعوني حخزيشين دجيجه تن أغر حخزيشين من العذاب عاسبخ فإن وجهه تنيح لم يتمعر قد سخيت سيلرق إذا رأى محارمي شين حارم دولشتول همدش شا حارم دين دولشتول همدش ناح دشين حقيت شيء سيوح سخيت سيلرق سن إلر. وكان مالك بن دينار خليل يقول شاولش ذهب المعروف يبكي ديكم عدخك دولش وجاء المنكر يضحك ودرك حدد يخدير شريرتو تعبو عبد الوهاب شعرانس. هل أنت حويت يا ممن ينكر المنكر أولا ودرك حين حقيت إمدي أول شعر ويت يا حلخر مسار الحلخ ألغيتش. وهل أنت ممن يحبك الله تعالى أولا وزدال في الشارع ويتحوا. وهل نسرت شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام سن شريعة غدنا ويتحوا أو خزلتها يدتنا بتاع غدوش فإنك حو تزعم دودش موعة أنك حو من الدعاة إلى الله تعالى حيش ديل دين نحتي خويخوشو ديك دي أولوشو ودك بدي أولوشو بوشة يقايقا باش منعها بحكم النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل صلوات سلام عشر الخيل ديل يلشن قوب مهتيه وقتين سنة دعخي قديش باش علمنا بول ديل لكونه قد أمن علماء أمته وناش بايم عليه الصلاة والسلام سو أمانة شي أمتا بوش علمنا هندتن ديل على شريعته شي شريعة انتحا إيش أمانة من صوبيتن ديل من بعده صلى الله عليه وسلم شاد عقل خنشور دح. ولعل غالب الناس اليوم تغن دقوا بوش بولناخ قد خذل الشريعة المطهرة عدت نقبوا قائم عليه الصلاة والسلام تن شريعة بأقواله وأفعاله وسكوته عن المنكر شيء بلخش سر شيء دشتش سر وما تصوش عد سر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.